ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معانا النهارده مسلسل اسطورة جند المطبخ، ملخص الحلقات الاولى والتانية. قبل ما نبدأ خلونا نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ويلا نبدأ المسلسل. كانج عسكري جديد في الجيش وراح الكتيبة، وبيكون عنده اختبار للشخصية، والقادة بتوعه شافوا انه متصنف حالة خطرة لانه كان عنده اكتئاب قبل كده، وكمان مدمن العاب فيديو. وعرفوا من التحريات عنه ان عيلته ظروفهم صعبة، امه بياعة، وموت ابوه من شهرين اثر عليه جدا. وكانج بيكون مش متزن نفسيا، وبيكون معظم الوقت مش مركز، والقائد اداله ايموجي بيبتسم يكون على لبسه عشان يميزه بيه عن باقي الجنود. وبعدها راح مع مو عشان ده وقت الغدا، ودونج بيكون المسؤول عن المطبخ، وراجل ايده ناشفة وطبيخه يقرف لكنه في الضرب ما بيرحمش، والعساكر بتخاف منه حتى لو اكله زي الزفت. مفيش حد بيتكلم معاه. وبعدها بيشوفوا الايموجي على كانج وبيروحوا له، والعساكر القديمة بيرخموا عليه وعايزينه يسمع اللي حفظه، وكان بيتعامل معاهم بهدوء وبيسمع كلامهم. ورغم كده مش عاجبهم وبيتريقوا عليه وقللوا منه. ودونج جوزه عقلهم عشان الدوشة اللي عاملينها، وقال لمو ياخد كانج على ترابيزة تانية. ومو بيكون قلقان من دونج لأنه كان مراقبهم من ساعتها، وقال لكانج ياخد باله من ملامحه وهو بياكل. وكانج مش فاهم حاجة وأكل بطاطس وكانت حادقة جدا، وشرب شوربة عشان يهدي المسائل. وبعدها كانج عايز يرجع وبيقوم بسرعة عشان يدور على مية يشرب، وعسكري وقعه برجله، وكانج بتخيل انه غرقان في بحر. والعساكر فوقته. بعدها قال ان اكل دونج حادق جدا، والعساكر عرفوا دونج، ودونج بيكون متضايق جدا ان في حد بيعيب على اكله. وقال لكانج طالما انت فالح قوي كده تعالى ورينا طبخك. وبعدها المساعد سيوك عرف من ملف كانج ان امه كانت بتطبخ اكل شعبي في الشوارع، وقرر ان ينقل كانج يشتغل في المطبخ. وبعدها كانج بيظهر قدامه شاشة كده زي نظام عليها كلمات ان هدفه يكون طباخ فظيع، وسيوك عنده امل كبير في كانج انه ينقذ الكتيبة من اكل دونج. بعدها كانج راح المطبخ، ودونج لسه متضايق منه وقال له يرتب المخزن. بعدها باك بيهين شؤون الافراد في التليفون، وقال ازاي تبعتوا لنا واحد قنبله موقوته كده وبتقولوا انه عسكري ممتاز. وكانج بيلاقي حاجات في المخزن صلاحيتها منتهيه من زمن. وظهر له قدامه شاشه نظام برضه، وقالت له على مهارتين: عين الطباخ وترتيب المكونات، وانه لازم يجمع خبرة عشان يعلي من مستواه. ودخلت لجنة الصحة والوقاية المطبخ، ودونج بيكون مرعوب. واللجنة شافت ان المطبخ وضعه سيء، مفيش نظافة والزيوت في كل مكان، والتلاجة معفنة، وفوط مش نظيفة موجودة كمان. مسؤول النظافة ودونج اتهانوا على الوضع بتاع المطبخ ده. واللجنة بتدخل المخزن وكانج جوه، وكانوا هيهنوا كانج، لكن لما شافوا التنظيم في المخزن ما تكلموش. والمخزن شكله جميل جدا، وكانج ما عندوش ولا غلطة. وكانج استخدم مهارة النظام اللي بيظهر له عشان يرتب المخزن، والنظام قال له كل ما مستواك يعلى هتكون اقوى. وكانج بيحس ان عنده طاقة زيادة، وده بعد ما خلص المهمة ومستواه بقى اعلى. وظهر جنبه حاجة صفرة كده محدش شايفها غيره، والناس شايفة ان كانج مجنون بيعمل حركات غريبة. وسيب تتكلم معاه، لكن هو مش مركز معاه، وكان مركز في شاشة النظام اللي ظاهرة قدامه. وهي افتكرت ان عنده تهيؤات. بعدها باك قال لسيوك ان تفتيش الصحة ده مقصود لانه كان في مشادة مع شؤون الافراد، والاتنين قلقانين ان كانج مرضه النفسي يأثر عليه في التعامل مع الناس ويكون منبوذ من الكل. بعدها كانج بياخد شاور، ودونج اداله الشاور جل بتاعه، وبيتريق عليه انه رفيع جدا وما عندوش عضلات. ومو كان معرف دونج حالة كانج النفسية، ودونج كان بيراقب كانج وهو بياخد الشاور. والنظام ظهر له تاني وعرفه ازاي يطبخ شوربة طحالب باللحمة. ودونج شافه وشايف ان تصرفاته مش طبيعية، ولان كانج جديد كان عليه انه يطفي الانوار كلها. بعدها كانج بيحاول ينام، لكن شاشة النظام قدامه ومش عارف ينام منها، وبيتكلم كتير. ودونج قلقان عليه وقعد يعد الايام اللي باقياله في الجيش عشان يخلص. وبعدها قائد بيصحي كانج، وكانج شتمه وهو نايم. وصحي ولانهم شغالين في المطبخ لازم يصحوا من بدري عشان يعملوا الفطار للعساكر. وكانج عايز يطبخ، ودونج قال له لا روح امسح الارض. ودونج لسه ما فاقش من النوم، وكالعاده بيلبخ في الاكل. وشوربه الطحالب وحشه جدا من عشوائيه دونج في مقادير التوابل. والعساكر راحوا المطبخ وشايفين ان اكل دونج ده اخر قرف. وعسكري اكل سجق محروق وغمض عينه وهو بياكل، وطعم غريب جه في بقه وفقد الوعي. وشاف انهم في حرب وبيحاولوا يتعاملوا مع دونج اللي بيواجههم بالسجق المحروق. والعساكر بترجع من الاكل بتاع دونج، وعسكري قال لدونج انت مش عارف تعمل فطار حتى. ودونج اتضايق وساب المطبخ وخرج بره. في نفس الوقت قائد الكتيبه قرر ينزل يفتش على الفطار، وسونج بعت رساله لسي يعرفها وبترجع بسرعه عشان تلحق تظبط اي حاجه. وهي وكانج داقوا الاكل وكانوا هيرجعوا، وكانج افتكر امه ونفسه يكون طباخ زيها، واستأذن من سي انه يطبخ هو الاكل، ووافقت. وعمل الخطوات اللي قاله عليها النظام بالظبط: نقع الطحالب وسواها بزيت سمسم، واللحمة خلصت فحط مكانها بيض أنفض البحر، وعمل مرقة بالخضار. والأكل اتحط قدام قائد الكتيبة، ودونج رجع واتفاجئ إن كانج هو اللي عامل كل الأكل ده.
والقائد أكل وبعدها مسك رقبته ووقع في الأرض، وكانج قلق إنه يكون عمل مصيبة، وكان متعلم الوصفة دي من أبوه فيها سر إن في بودرة بيحطها بتشيل زفارة المأكولات البحرية. والقائد اتنقل المستشفى وكانج ودونج هيتحاكموا عسكري، ودونج قال أنا مالي يا جماعة هو اللي طابخ، وسي مش فاهمة فيه إيه. والقائد فاق في المستشفى وقال إن الأكل كان جميل جدا وكان حاسس إنه في الجنة، لكن حصلت له أزمة والتحاليل أثبتت إن القائد عنده حساسية من البودرة، لكن الأكل كان سليم مفيش فيه حاجة. وعقاب كانج ودونج إنهم يلعبوا ضغط في الشمس، وسي بتحاول تشيل هي المسؤولية عشان تخفف عقابهم. والنظام ظهر لكانج وقال له اكتسبت ميزة جديدة وهي معرفة مشاعر الناس، وعرف إن دونج وسيوكو مش طايقينه، وسيوك عاتبه إنه طبخ بمكونات مش في المنيو عندهم. وكانج بيحاول يدافع عن نفسه لكن سيوكو مش مديله فرصة. ودونج قال باك اللي جاب بيض انفض البحر ده، وسيوكو ما اتكلمش لأن الكل عارف إن باك بيحب الأكل وبيخزن أكل في تلاجة مع نفسه. وسيوكو أمر بإعدام كل الأكل اللي باك مخزنه وبيمشي كانج ودونج. وبعدها باك هزق دونج في التليفون، وكانج شاف ان كره دونج ليه زاد ل 70%. وسيوك وباك قرروا ان كانج ما يبقاش في المطبخ وينقلوه للمراقبة الحرارية، وده قسم مراقبة الغواصات اللي بتعدي الحدود. وسيوك بيقنع كانج انه يوافق على النقل، والنظام ظهر لكانج وقال له قدامك 72 ساعة عشان تقدر تخلي الناس تحبك بنسبة 50% والا حلمك هيضيع. بعدها كانج راح جلسة علاج نفسي، والدكتورة سألته عن ابوه، قال لها انه كان شخص مش سهل يستسلم ونفسي اكون طباخ زيه. والدكتورة شجعته انه ما يسيبش حلمه ورجع للمطبخ، والظباط طلبوا نودلز وسيوك طلب زيادة بيضة مش مستوية قوي. وكانج عايز يطبخ ودونج رفض عشان ما يحصلش ليهم مشكلة تاني. ودونج هيكسر بيضة، كانج قال له دي بايظة، ودونج اتفاجئ من رد فعله وكانج نقله بيضة سليمة. والظباط اكلوا مبسوطين، ودونج بدأ نسبة كرهه لكانج تقل، وده طبعا ظاهر لكانج على النظام اللي بيظهر له. بعدها بالليل كانج ومو بيلموا ازايز، ومو قال له انت ليه هتسيب المطبخ وتروح المراقبة. وسي سمعت وراحت لسيوك وقالت له ان كانج مصدوم في حوار القائد ده. سيوك قال لها انت قلبك حنين جدا وده اللي مأخر ترقيتك. وامه كانج كلمته وكانت قلقانه عليه وطمنها وقال لها انه كويس والناس كلها بتحبه. وامه فرحت جدا ورجع المطبخ لقى دونج زعلان عشان هيمشي من المطبخ ومالوش نفس يطبخ. وباك بيزعل دونج لان الرز حمضان وبيتخانقوا، وكانج بيعرف من النظام ان الخل بيشيل ريحه الرز القديم. وراح للشوربه اللي كان دونج عاملها وملحها كتير كالعاده، وزود ميه وفلفل وشطه عشان يظبط طعمها. ودونج شافه وقال له ما تتدخلش عشان ما نتاذيش تاني. والعساكر جم ياكلوا قرفانين انهم هياكلوا اكل دونج ده. وباك لما اكل كان مبسوط جدا وافتكر دونج اللي عمله ومدحه قدام العساكر. والعساكر لما شافوا ان باك بياكل ومبسوط اكلوا هم كمان وحسوا بنشاط وتخيلوا انهم في معركه وانتصروا بسبب الشوربه. ودونج مصدوم من رد فعلهم وده الاكل، وعرف ان طبعا كانج هو اللي ظبط المقادير وحبه زاد ليه بنسبه 20%. وسي مصدومه ان العساكر خلصوا الاكل كله وده اول مره يحصل، ولما دقت الاكل عرفت السبب. ودونج كلم سي وطلب منها تكلم سيوكو ان يسيب كانج في المطبخ. ودونج راح لكانج وقال له ما تسيبش المطبخ، قال له ان سيوكو هو اللي مش راضي. والنظام بيظهر لكانج ان الوقت المحدد ليه عشان يحبب الناس فيه بيخلص، وكانج قرر يحبب سيوكو فيه عن طريق معدته هيعمل بوفتيك. وراح يسرقوا بيض من عشة فراخ، ودونج جاب لحمة من واحدة عارفها بتشتري بواقي الأكل، وكانج بدأ يطبخ وأول قطعة طلعت حادقة شوية وظبط باقي القطع. ودونج ساعده والأكل جهز خلاص. وسيوك قاعد بيتصور صورة ينزلها على الانستا، وكانج دخل عليه بالأكل عشان يروق عليه ويسيبه زي ما هو في المطبخ. وقال لي سيوك يسيبه في المطبخ وسيوك رفض ورجع المطبخ زعلان. وسي قالت له حاولت اساعدك لكن القرار مش بايدي. وكانج يعزمها على اكل يشكرها بيه على موقفها معاه. والنظام ظهر لكانج ان الوقت خلص والمهمة فشلت، وكانج حزين لكنه عمل كل اللي يقدر عليه عشان ينجح. وبيخلص الملخص.